تعرفوا شو هي الجريمة الوحيدة بالدنيا اللي الضحية فيها ما بتنزف دم بس بتنزف روح؟ هي جريمة التعذيب النفسي. في استعارة أدبية أنا شخصيا كتير بحبها، بتقول الأذى النفسي مثل يلي عم ينضرب بسكين، بس هي السكين من ثلج. الكلمة بتفوت بتقتل الروح جواتك بس بتدوب فورا وما بتترك وراها أي أثر مادي للجريمة. انتي عم تتقطعي من جواتك والناس عم تطلع عليكي بكل برود وتسألك خير شبك اليوم، شو صاير، ليش انتي نكدية. الكل بيطالبك بإثبات على وجعك، بس إثباتك الوحيد هو روحك اللي عم تنطفي بصمت. والأبشع من غياب هذا الإثبات انه هي الجريمة القاتل فيها بيمشي بجنازة الضحية. هذا هو الاغتيال النفسي. بتعرفوا شو يعني انه تعيشوا مع ناس عم يقتلوكن كل يوم بالقطارة ويمارسوا الأذى ضدكن؟ لما تصرخوا وتقولوا عم تتوجعوا هن بيلتفتوا للناس وبيلبسوا ثوب الضحية ويطلعوكن انتوا المجانين وانتوا الظالمين وانتوا حساسين زيادة. يا هلا فيكن، طمنوني عنكن، كيف حالكن مع حالكن؟ لساتكن قدرانين تسمعوا صوتكن الحقيقي ولا بلشتوا تضيعوا بالزحمة؟ أنا ديليفان واليوم بدنا نحكي عن شيء أغلب الناس بتمر فيه. من هون ومن هذا الانطفاء الصامت بتبلش الحكاية تاخد مجرى مرعب أكتر. لما بيتحول وجعك لذنب بتتحول صرختك لقلة أدب بنظره. تعرفوا لو أي حدا فينا انكسرت ايده او انجرحت الناس بتركض حواليه مشان تساعده وتداوي. ليش؟ لأنه هذا الوجع له دليل مادي شافوه بعيونه. بس لما الأذى بيضرب عوالمك الداخلية، لما تتعرضي لتعذيب نفسي من الأماكن اللي كان مفروض تكون أمانك، هون بتبلش المعاناة الحقيقية. المشكلة مو بس بالكلمة القاسية اللي بتنقال، المشكلة الأكبر لما بتقولي آخ تتوجعي يلتفتوا حواليكي كل برود بيقولولك انتي كتير حساسة، انتي عم تتوهمي، انتي عم بتكبري المواضيع. بهي اللحظة بالذات بيوقع عليكي أكبر ظلم لما تنجبري تكذبي إحساسك، تصيري تفتشي عن ندبة أو عن أي أثر أو أي شيء ملموس يبرر للناس ليش انتي مطفية، وتصيري تشكي بحالك وبعقلك وبإحساسك. يا ترى أنا فعلا مجنونة؟ يا ترى أنا فعلا عم كبر القصة؟ أو هن عن جد ما عم يفهموني ولا عم يفهموا وجعي؟ ولحتى نجاوب على هذا السؤال يلي عم يدبحك احنا لازم نكسر صنم المثالية الزائفة. يعني حاول نعمل فرز للبشر كرمال نعرف الايد يلي عم تضربنا هي ايد جاهلة ولا هي ايد سادية. لهيك بحياتنا لازم نفرق بين نوعين من البشر مشان ما نظلم حدا. يعني في ناس طيبين بيمارسوا هذا الأذى عن جهل أو عن عدم إحساس، بكبوا تعليق بقعدة عادية شوفوها قصة بسيطة أو مسحة. هدول إجمالا ناس عاديين بيقيسوا تحملك بمقاييسهم الخاصة وبيروحوا بيناموا بضمير مرتاح، لأنهم فعلا بيكونوا ما عم يفهموا عوالمك الداخلية. ولما يشوفوك متأذي بيحاولوا يصلحوا الموضوع وما يكرروه. وهدول الناس نحن منداوي هذا الجرح ونسامحهم. بس الحقيقة وبلا ما نكذب على بعض ونعمم العذر على الكل، لأنه في صنف تاني من البشر بيختلف كليا عن هذا الصنف. صنف ما بيفيدك معه عذر الجهل. هدول ناس بيفهموك وبيعرفوك تماما وبيعرفوا وين نقاط ضعفك، بكل تعمد بيتفننوا وهن عم يضربوك. وهذا ما بيكون تعليق عابر، هذا إعدام منظم لثقتك وعقلك. هن بيستمتعوا يحسسوكي انه انتي ولا شي وانك نكرة وبلا اي قيمة، وهي السادية الناعمة. بصراحة هذا النوع بالذات يلخص حقيقتهم نيتشه لما حكى عن سيكولوجية الناس اللي بتعاني من نقص داخلي فبتحاول تعوضه
بأن تكسر نفوس الآخرين وتذلهم بس كرمال تحس بالقوة والسيطرة. نيتشه كمان كان بيقول هدول الناس بالذات بالخفا بيموتوا من الحسد والعجز وما عندهم أي وسيلة مشان يرتقوا فيها غير انهم يشدوا الأرواح القوية والأرواح النظيفة لجوات الأبو تبعهم. والمفارقة المرة وين؟ انهم بعد ما يعملوا كل هذا الشي معكم بيروحوا بيمارسوا دور الملائكة قدام الناس وبيحطوا راسهم على المخدة وبيناموا وهن مرتاحين. ايه صح، هن ناموا، بس انتي اللي بتضلي صاحية لوش الصبح، عم تدوري بغرفتك، عم تلملمي شظايا روحك وكرامتك يلي انكسرت جواتك، وتحاولي تقنعي حالك انك لساتك طبيعية وطبيعي تحسي بهذا الوجع بعد ما انغرست هي السكينة بقلبك. بس سؤال، لأيمت هي المهزلة بدها تضل مستمرة؟ لأيمت بدكن تضلوا دافنين كرامتكن تحت رجليهم حتى يرضوا؟ لهيك اليوم أنا عم بحكي مو مشان نلوم حدا، بس مشان طبطب على كل روح عم تسمعني وعم تعاني بوجع ماله صوت. إذا كنتوا عم بتداووا جروح مالها ملامح أو عم تسمعوا انتقادات بإنكن حساسين زيادة عن اللزوم، أنا حابة إلكن وجعكن حقيقي وخوفكن حقيقي، وقيمتكن ما بتحدد قلة فهم الآخرين لإلكن. انتو مالكن مجانين، بس عم بتخوضوا معارك حقيقية وقاسية جواتكن، والله وحده شايف وهو اللي رح يجبر هذا الكسر وبس. هون بتبلش النجاة الحقيقية، اللحظة اللي بتصدقوا فيها وجعكم وبترفضوا تكذبوا على إحساسكم. في مقولة لسارتر بتقول نحن لسنا ما نحن عليه، بل نحن ما نصنعه بما صنع بنا. يعني الظلم صار والأذى وقع، بس انتي مالك مجبورة تضلي محبوسة بشروطهم. انتي بتملكي القرار تعيدي رسم حدودك. كرمال هيك بقلكن اقطعوا الأيادي اللي بتنمد لكرامتكن، حتى لو كانت أقرب الأيادي إلكن، الأماكن اللي بتحط الشروط لتذلكن وتواجدكم فيها مرهون شروطهم، مرهون بأن تلغوا حالكن وتوافقوا على الأذى اللي عم بيسببوا لكم إياه. هي أماكن ما بتستحق حتى تلتفتوا وراكن وتطلعوا عليها. ذكروا دايما انتو مو مجانين، انتو بمكان غلط مع ناس غلط. لهيك انا دايما بقول الكلمة الطيبة الكلمة الطيبة الكلمة الطيبة، لانه الكلمة الطيبة مو ترف، الكلمة الطيبة مأوى لقلوب فلكت من قساوة البشر. لهيك بدي اسألكن وجاوبوني بكل جرأة بالتعليقات، كم مرة نمتوا وعيونكن عم تحرقكن من كلمة انقالت على اساس انها عادية؟ كم مرة حاولوا يقنعوكن انكن مجانين وموهومين وعم بتكبروا المواضيع بس لأنكن رفضتوا تنذلوا ووقفتوا بوشهم؟ وكيف قدرتوا تكسروا هذا القيد وتطلعوا من الأماكن اللي ما عرفت قيمتكن؟ شاركوني تجاربكن لحتى نكون مأوى لبعض. وهيك خلصنا، نشوفكن في فيديو جديد. سلام.